كاين ضحيه واحد مسموع، كاش 40 ضحيه. وعلاش نعطوا له لقب وحش؟ ما يتبع، ما تمدش معلومه مش غلطه تروجها في نصف المجتمع، لا تشكل جريمه. وزير العدل الجزائري يرد على فوبوس أنه لابد أن لا نصفه بالوحش ولكن بالشخص. يحاول إخفاء الحقيقة أو تكذيب البرلماني 40 قاصر. والصفحات الجزائرية أنه شخص واحد وليس 40 شخص، وضحكة تهكم عن اغتصاب الأطفال في الجزائر. في حالة ما كان الحقيقة شخص واحد فلنتذكر فقط صوت الشخص الواحد. أنا بطبعي ضحكة تهكم وتهديد من وزير العدل قائلا: نتكلم قانون، هذا ما يتبع، ما تمدش معلومة مش غلطة تروجها في نصف المجتمع. من ينشر أخبار ليست كاذبة سوف يتم متابعته قانونيا. وبعد تصريحات مدام نفيخة: احنا يخيروا ما يدناوش لطفل صغير مرحي، فهمت؟ يروحوا يدناو للدراري اللي مساكن ربوهم وماليهم طريين هكذا. أن الذنب ذنب الأطفال والبراءة، أو بمصطلح آخر طريين. ليس لدي كلام يقال غير أن نشاهد ونستمع مع بعض كل من نسى أو تناسي قضايا الأطفال في الجزائر والاغتصاب والتحرش لكل هذه السنوات. البيدوفيليا وظاهرة اغتصاب الأطفال والمراهقين تحت الإكراه أو التحايل في تنام مستمر في الجزائر، والتي عادة ما يكون القتل والتنكيل بالجثة كخاتمة لتلك الجرائم الشنيعة المرتكبة في حق الطفولة. الاعتداء على البراءة يتواصل في الجزائر، وهذه المرة في ولاية عين تيموشنت، حيث تعرضت مؤخرا الطفلة رنيم للاغتصاب من طرف حارس الابتدائية التي تدرس بها. الاعتداءات على الأطفال يعني راها تمس فئة هشة. كنت في مرحلة يعلم بها غير رب العالمين، سرتو كنا في العواشر رمضان، حاجة كارثية. الأم المنشغلة بعملها الدائم لم تكن تتوقع أن صغيرها الذي أرسلته ليشتري الخبز سيعود هاربا من بطش مريض نفسي يحتجزه في الغرفة الخلفية للمحل. رغم من العمر 8 سنوات تعرضت للتحرش من قبل عمها بالتبني. مسلسل اختفاء الأطفال في الجزائر لا يزال متواصلا، حيث ألقى بظلاله بحر الأسبوع الحالي على طفلتين منحدرتين من ولاية تلمسان. والواقع ببلدية الشنتوف، عائلة الطفلة رنيم تعيش على وقت. جاتي بنتي مراسلة المغرب ماما راني مضرورة. المؤثرة بعث بها والد التلميذ الذي تعرض لاعتداء جنسي عنيف من طرف حارس ابتدائية العيد بن ضيابة. هذو كيفاه نزيد نسلم لهم بني. اليوم الاعتداءات الجنسية تجاوزنا 9000 حالة سنويا. 9000 حالة يعني من اعتداءات جنسية، من اغتصاب، من زنا المحارم، من تعريض الأطفال إلى مشاهد جنسية غير. الأشخاص المجرمين اللي يقوموا بالتعدي على الأطفال ما يلقاوش يعني الردع وما يلقاوش العقوبة المناسبة لهم. تزايد كبير في عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال سنويا، الذي يستدعي دق ناقوس الخطر. إلى 286 حالة اعتداء جنسي، النصف تاعهم أطفال. 80% من الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية هم من فئة الذكور. أين الطفولة والبراءة في الجزائر؟